في ناس حياتها كلها حاضر مهما حصل، بتوافق تلقائي كأنهم مش من حقهم يرفضوا. بس السؤال هنا، ليه دايما بتقول حاضر؟ كل حد بيطلب منك حاجة بترد بسرعة وتقول حاضر، حتى لو الحاجة دي صعبة أو مش مناسبة. اتعودت تكون الشخص اللي ما بيكسفش حد. بس فين حدودك؟ فين الوقت اللي ليك انت؟ بتكرس وقتك للناس بس بتنسى نفسك. بتقول مش مهم أنا دلوقتي، هم الأول. ومع الوقت بتنسى انت كنت عايز ايه أصلا. على فكرة ده مش تضحية، دي علامة خطر. لما بتنسى نفسك محدش هيرجعها ليك. اللي بينسى نفسه بيختفي من جواه. بتتعب وتسكت علشان ما تقلقهمش. بس الناس اتعودت تشوفك قوي وما عادش حد بيسألك انت عامل ازاي. اللي ما حطش حدود الناس مش هتلاحظ لما يتكسر. لازم تعرف الناس انك ليك حدود، لانك لو فضلت ساكت هيفضلوا ياخدوا اكتر. وده هياخدنا لسؤال هيشغل بالنا، يعني ايه حدود؟ الحدود مش بتفصلك عن الناس. الحدود هي الفرق بين المحبة والاستنزاف. الناس فاكرة ان اللي بيرفض اناني. الحقيقة الانانية انك تتوقع من الناس دايما يقولوا حاضر. الحدود مش رفض للحب، دي طريقة تحافظ بيها على نفسك جوه العلاقة. انت اول شخص مسؤول عن احترامك لنفسك. استحق راحتي ووقتي واكون مرتاح. الناس مش هتحترمك الا لما تشوفك بتحترم نفسك. يا ترى الحدود بتفصلك عن الناس؟ بس مش زي ما تفتكر. هي بتفصل بين مسؤولياتك ومسؤولياتهم، بين مشاكلك ومشاكلهم. مش علشان تكون بعيد، لكن علشان تكون واضح. في حياتنا اليومية كتير بنلاقي نفسنا مش عارفين نرسم حدود واضحة مع الناس. والكتاب اللي هنتكلم عنه النهاردة اسمه الحدود، من تأليف هنري كلاود وجون تاونسند، واللي هيغير مفهومك عن قوة كلمة لا. على فكرة مش بس كلمة لا هي الحدود اللي محتاجها. في أنواع كتير للحدود وكل نوع له دور مهم. لما نفهم أنواع الحدود هنعيش حياة صحية ومتوازنة. لما تحط حدود للوقت بتعرف تقول لا المهام مش مهمة. بتدي لنفسك فسحة للراحة والتركيز على اللي ليه قيمة. تنظيم الوقت واحترامه جزء من احترام النفس. حدود الوقت بتحميك من الاستنزاف اليومي. حدود في المشاعر. مشاعرنا مش ملعب لحد يتلاعب بيه. لما تحط حدود عاطفية بتحمي قلبك من الألم والضغط. مش معناه انك تبعد. حدود المشاعر بتخليك تقدر تحب من غير ما تتألم، وبيخليك تعرف ازاي تستقبل وتحمي مشاعرك صح. طب هل العلاقات ممكن تكون مصدر قوة ولا تعب؟ حدود العلاقات هي اللي بتوضح ايه اللي مسموح وايه اللي مش مسموح. بتحميك من الاستغلال والاعتمادية الزايدة. الكاتب بيأكد ان الحدود بتخلي العلاقات اقوى واعمق. واخيرا حدود الشغل. مش لازم ياخد كل وقتك وطاقة حياتك. حدود الشغل بتخليك تعرف توازن بين شغلك وحياتك الشخصية. واللي بيحط حدود في شغله بيكون اكثر انتاجية. وبعد ما عرفنا انواع الحدود المهمة لازم نسأل نفسنا، ليه بنخاف نقول لا او نحدد حدودنا فعلا؟ كتير مننا بيخاف يرفض علشان مش عايز يزعل حد. بنقول حاضر او موافق علشان نريحهم ونخلص. بس الحقيقة اننا لما نوافق واحنا مش مرتاحين بنتعب اكتر. الرضا على حساب راحتك مش حب حقيقي. الناس اللي بتحبك فعلا هتفهمك لو قلت لا. والرفض مش معناه زعل او قلة احترام. لازم تحط حدود علشان تحافظ على سلامتك النفسية. الخوف من الوحدة بيخلينا نرضى بحاجات مش مناسبة. بنفكر لو قلت لا ممكن الناس تسيبنا او تكرهنا. لكن الحقيقة الناس اللي بتحبك مش هتبعد بسبب كلمة لا. اللي بيحبك هيحترمك حتى لو رفضت طلب. بنحس بذنب وهمي علشان ما نزعلش حد او نخرب علاقة. الذنب ده مش حقيقي، ده نتيجة لعدم وضوح الحدود. لما تقول لا صح بتريح نفسك وبتحترم مشاعرك. الذنب الحقيقي هو لما تسمح للي حواليك انهم يستنزفوك. كلمة اناني مرتبطة في دماغنا بالرفض، بس مش دايما صح. الانانية الحقيقية هي لما تسيب نفسك تضيع في محبة غير متوازنة. خليك واضح مع نفسك، وصدقني ده مش انانية، ده حب للنفس. وزي ما اتفقنا ان كلمة لا مش نهاية الدنيا، هي بداية حماية نفسك واحترام ذاتك. لما تقول لا انت بتدي لنفسك فرصة تستريح. مش كل طلب لازم توافق عليه مهما كان. طاقتك محدودة ولازم تحافظ عليها صح. الكاتب بيأكد ان حماية طاقتك بتخليك اقوى. لما تحمي طاقتك هتقدر تدي اكتر للناس اللي فعلا بيهموك. اللي بيقول نعم على كل حاجة بيستهلك طاقته من غير فايدة. لما تقول لا بتحافظ على وقتك. احترام الوقت بيجي مع احترام الحدود. ومش كل طلب لازم يسرق وقتك ويبعدك عن اهدافك. وقت الراحة والشغل والراحة النفسية لازم يكون لهم نصيب. لما تحط حدود لوقتك حياتك بتتظبط اكتر. لا هنا يعني احترام الوقت واحترام الذات. كتير مننا بيخافوا يقولوا لا علشان خايفين يظهروا وقحين. لكن الحقيقة كلمة لا بأسلوب محترم مش قلة ذوق. احترام النفس بيبدأ بالوضوح. الناس اللي بتحترمك هتفهم انك ليك حق تقول لا، ومش لازم ترضي كل الناس علشان تكون مهذب. الحدود مش قسوة، هي احترام. وبعد ما عرفنا أهمية ان احنا نقول لا في حماية نفسنا، لازم نكون مستعدين نواجه اللي بيحاول يتعدى على حدودنا ويحطمها. في ناس دايما بتتعدى على مساحتك الشخصية. مش بيحترموا ان ليك خصوصيتك وحقك. بيبقوا عايزين منك اكتر مما تقدر تديهم. الكاتب بيأكد ان تعدي الحدود دايما بيضرك. لازم تقدر تقول لهم لا قبل ما يستنزفوا طاقتك. حدودك مش للاستهانة بيها، ده خط احمر ليك.
اللي بيتعدى على حدودك مش بيحبك بجد. في ناس برضو مش عارفة معنى الاعتدال، بيطلبوا منك اكتر من حقهم ومن طاقتهم، وبيفكروا انك دايما لازم تكون في الخدمة. حدودك بتحميك من الوقوع في الفخ ده. لما تدي اكتر من حقك بتنهار في النهاية. لازم تحدد مين اللي ليه حق ومين اللي ليه زيادة. في بعض الناس بيستخدموا كلمات وسلوكيات سامة علشان يتحكموا فيك، يضغطوا عليك عاطفيا ونفسيا بطريقة مش كويسة. الحدود بتحميك من التلاعب والايذاء النفسي. كتير بنحس اننا غلطانين لما نرفض طلبات معينة، بنشك في نفسنا وبنقول يمكن انا غلطت فعلا، لكن الحقيقة ان احساس الغلط ساعات بيكون نتيجة لضغط خارجي. مش كل احساس بالذنب حقيقي. لازم تتعلم تميز بين الذنب الحقيقي والذنب الوهمي. ده حق ليك تحمي نفسك بيه. خليك واثق انك مش دايما لازم تعتذر علشان تحافظ على حدودك. الشك في النفس بيجيلك لما تحاول ترضي الكل. بتبدأ تفكر هل انا فعلا ضعيف؟ هل فعلا غلطت؟ لكن الحدود بتديك ثقة اكبر بنفسك. الشك ده بيمنعك تعيش حياتك بحرية وراحة. لما تحط حدود واضحة هتلاقي نفسك اهدى واقوى. بعد ما تقول لا هتبدأ تفكر هل زعلوا مني؟ ده سؤال طبيعي بس مش لازم يخليك تتراجع. مش كل زعل يعني ان العلاقة هتنهار. الناس اللي بتحبك بجد هتفهمك وتحترم قرارك حتى لو انت عارف انك على حق. احيانا بتحس بالذنب دي لاننا متربيين على اننا نرضي الكل. لازم تثق في حقك في الرفض. حدودك مش عيب، دي حاجتك لحماية نفسك. لما تحافظ على حدودك هتعيش حياتك اهدى. الحق دايما مع اللي بيحترم نفسه الاول. الأهم إنك تحط الأولويات. وفي النهاية الحدود مش بس كلمة لا، ده خط فاصل بيحميك وبيخلي علاقاتك صحية ومتوازنة. لما تحط حدود هتقدر تحمي وقتك وطاقتك ومشاعرك وحتى صحتك النفسية. الحدود بتخليك تفرق بين اللي ليك واللي مش ليك، وبتخلي علاقاتك أكتر احترام وتفاهم. ومش لازم ترضي الكل على حساب نفسك، وده مش أنانية زي ما اتفقنا، ده حب لنفسك واحترام ليها. الكتاب بيعلمنا إن كلمة لا مش نهاية، بالعكس هي بداية الحياة أكتر سلام وراحة. ولو عايز تعيش حياة متوازنة وتعرف تقول لأ بطريقة صح، الكتاب ده ليك. أصدقائي شكرا على متابعتكم معانا، ونتمنى إن احنا نكون عند حسن ظنكم دايما.